السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا أعداءهم أجمعين. منذ أكثر من 10 سنوات خرج وليد إسماعيل مزور الإيميلات في شهر رمضان في مظاهرة حاشدة مع أتباعه من السلفية المتطرفة، وذهبوا ينبحون أمام السفارة الإيرانية لوقف دخول الشيعة الإيرانيين إلى مصر فقط من أجل السياحة. دعونا نشاهد بعض المشاهد من هذه المظاهرة المخزية. أنا إرهابي أنا إرهابي أنا إرهابي أنا إرهابي. علي يسبي أي صحابي، علي يسبي أي صحابي. الله 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 الله، هل شاهدتم؟ أليس هذا شعار داعش؟ أكيد شعار داعش، وهؤلاء أتباع داعش، ومزور الإيميلات من أتباع داعش، لأن هؤلاء المتظاهرين من أتباعه. فإذا لم يكن من أتباع داعش ويستنكر أفعال داعش، لماذا يرتدي قميص فيه شعار داعش؟ نكمل. بنقول لهم الشيعة مش يخصوا مصر وعلى دمائنا. يقول الشيعة لن يدخلوا مصر ولو على دمائهم. ما شاء الله. نكمل. احنا عارفين كويس قوي ان ايران دولة بتدين بالتقية وبتدين بالكذب، يعني بتضحك على الناس بان ده لفظ الجلالة، وهو في الاساس علامة مقدسة أو علامة مقدسة للهندوس الهنود. ما شاء الله على الذكاء. يقول أن هذا ليس اسم الجلالة، وإنما هو علامة مقدسة للهنود. تكبير، الله أكبر. يعني يكذبون على أنفسهم فقط حتى يقوموا بحرق العلم الإيراني ويضعون الأحذية فوقه وهو مكتوب فيه اسم الله جل جلاله. أنا لا ألوم هؤلاء لأن رؤوسهم مملوءة بالحليب وليس بالعقل، فمن الطبيعي أن يخرجوا ينبحون في الشارع أمام السفارة الإيرانية. الآن دعونا نشاهد ماذا قال مزور الإيميلات. أنا صاحب والآل جينا النهارده نوصل رسالة للرئيس مرسي، ونوصل رسالة للدعوة السلفية وحزب النور وجميع الجماعات الإسلامية إن الرئيس مرسي وعدهم بأن الشيعة أو دخول الشيعة مصر خط أحمر، وبعد كده خالف وعده، وإن الدعوة السلفية لحد دلوقتي والجماعات الإسلامية كلها ما تحركتش إلا عن طريق المؤتمرات، والمؤتمرات كلها إنها سياحة من مصر. فنحن بنطالب بنقول للرئيس مرسي يا سيادة الرئيس يا ريت ترجع في وعدك تاني ولا تكن كصاحب لحديث آيات المنافق ثلاث. مرسي فين وعودك؟ يا مرسي فين وعودك؟ بكرة الثورة تيجي تشوطك، بكرة الثورة تيجي تشوطك. يقول المزور أن دخول الشيعة إلى مصر خط أحمر. ما شاء الله. وصاحبه الآخر قال الشيعة لن يدخلوا مصر ولو على دمائهم. تخيلوا كل هذا الفيلم من أجل السياح إيرانيين. خرج المزور في مظاهرات حاشدة في أكثر من يوم. طيب يا مزور، لماذا لم نراك تخرج في مظاهرات تستنكر عبور السفينة الحربية الإسرائيلية من قناة السويس المصرية؟ اهو مصر واسرائيل مع بعض. لماذا لم تفتح فمك الناصبي وتندد بهذا الشيء؟ لماذا لم تذهب إلى الشارع وتصيح كما كنت تنبح ضد الشيعة وتقول دخول السفن الحربية الإسرائيلية خط أحمر؟ فالظاهر السفن الإسرائيلية لها خط أخضر عندك. أليست هذه السفن ذاهبة كي تصفي ما تبقى من نساء وأطفال في غزة؟ فكيف سمحتم بعبورها؟ بل وكيف أنك إلى اليوم لم نسمع لك كلمة في شوارع مصر أو مظاهرات؟ أنت فقط فالح في جمع الأموال عبر البايبال والمظاهرات ضد الشيعة؟ أليسوا الشيعة هم من يدافعون عن نسائكم وأطفالكم في غزة؟ وأنتم ماذا فعلتم لنصرتهم؟ حفلات تامر حسني؟ سمح للسفينة الإسرائيلية بالعبور؟ لا، والمصيبة يظهر علم مصر بجوار علم إسرائيل في السفينة، والمزور لا يجرؤ أن يفتح فمه في شوارع مصر. أما ضد الشيعة لا، أسد المظاهرات يرفع دعاوي قضائية ضد المتشيعين بتهمة إزراء الأديان. المزور فقط فالح في هذا الشيء. حين يدعسون على رأسه ويفضحون أصنامه يذهب إلى السلطة ويخرج في مظاهرات، لأن موضوع الشيعة يرضي من يموله وفيه فلوس يا عيني. طالما الجيب مليء بالأموال فالقضية كويسة، مش كده يا عمي وليد؟ سلام.